للفريق الاماراتي. معي في هذه اللحظات الكابتن مهند عسيري صاحب هدف التعديل والذي دخل في الشوط الثاني. كابتن مبروكين هذا الفوز. شوط اول او شوط ثاني يختلف كليا عن ما شاهدناه في الشوط الاول. الاهلي لم يكن في الملعب، لم يكن في اجواء المباراه في الشوط الاول. في الشوط الثاني يعود ويحرز هدف التعديل، تحرز هدف التعديل وايضا هدف الفوز. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله على كل حال. والله زي ما كنت شايف يعني المستوى ما كان كويس الشوط الاول، الهلال كان مضغوطين شويه عشان قبل يومين كنا لاعبين مباراه في الدوري وكان واضح علينا التعب، بس الحمد لله الشوط الثاني قدرنا يعني احنا اللي نزلنا من الشوط الثاني اوعزنا مدرب يعني بتكتيك معين والحمد لله قدرنا نجيب التعادل الثاني. التشكيله كانت مفاجئه، الجميع توقع ان يكون مهند عسيري من بدايه اللقاء. ماذا حدث ولماذا كنت او نزلت في الشوط الثاني؟ والله انا عندي اصابه، عندي مفصلي منتفخ وما يعني المدرب ما كان بيجازف فيها في الملعب، كان مفصلي مره منتفخ يعني، والحمد لله يعني الدكتور ما قصر يساعدني شوي، بفضل الدكتور ساعدني شوي والحمد لله يعني قدرت اشارك مع زملاء اللاعبين. كابتن مبروك. الله يبارك فيك. اذا كان هذا